عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده، يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا احنا واخدينكم في سلسله تنظيفات رمضان او تنظيفات الشقه عموما في اجازه نص السنه، علشان كده ايه لما نرجع للمدارس وكمان رمضان البيت يبقى نظيف وما بياخدش مننا وقت ولا مجهود. النهارده طبعا قلت لكم لسه اوضه النوم انا مأجلاها، ليه بقى؟ لانها مليانه كميه كراكيب فيها كراكيب غريبه الشكل، مش كراكيب حاجه هرميها، لا، كوشينات وخداديات، وطبعا بصوا كوفرتات عايزه احطها تحت السرير، فعشان السرير ده ملل وكده فبكسل ان انا ايه ارفعه. المهم يعني قلت ايه في الاخر، طبعا كل ده هيتظبط، بس قلت ايه في الاخر يعني فاضل بقى ايه اوضه الولاد والاوضه بتاعتي وحاجات بسيطه في المطبخ. فبصي قالت لي بما انك انت هتعملي اوضه النوم يا ماما، فاقترحت عليا نغير النظام. انا من وقت ما جبت اوضه النوم دي اشتريتها، انا ما غيرتش النظام من حوالي كده ايه يعني 6 سنين. فاقترحت عليا اقتراح ان احنا نغير النظام، وهي اللي هتحط كل حاجه في مكان هي اخترعته، مش اخترعته هو موجود، بس هي اللي عايزه تظبط كل حاجه في مكان معين. يعني الكنبه دي مش هتبقى موجوده هنا، هوريكم السرير ده مش هيبقى هنا، التسريحه دي مش هتبقى هنا، الوحده دي مش هتبقى هنا. عندي طبعا هتشوفوا كل ده دلوقتي طبعا على الطبيعه، علشان تتشجعوا وانتوا كمان لو لسه ما نظفتوش اوضه النوم او نظفتوها يجيلكوا كده فكره تغيروا النظام قد ايه بيفرق في النفسيه. فبصراحه كل ما ادخل لا طلعت حاجات شتوي، ولسه حاجات ايه ما ظبطتهاش. يعني في حاجات الشتوي زي ما انا قلت لكم ان الشتاء اتاخر علينا جدا جدا، يعني انا بدات اشتي من اول واحد ولا اسبوع في واحد، فاللي هو ايه باخد منين من شنطه عندي واحط. لا يا ماما ما ينفعش النظام ده، احنا الشنطه دي طلعناها بره، فهنرتب حاجات في الدولاب ونظبط الدنيا، وهتشوفوا قبل وبعد بقى. فان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم، فشجعونا بلايكات. وبصي ايه هتيجي بقى ايه تشيل معايا الحاجه ونشوف اليوم هيبقى ماشي ازاي. يعني انا ايه متحمسه وخايفه، يعني عايزين طبعا نخلص الحاجات دي كلها قبل ما احمد يجي على الاقل ونظبط الدنيا كده. فالله المستعان بقى، شجعونا بلايكاتكم الحلوه، وان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم باذن الله. تعالوا نشوف بقى ايه الاوضه والنظام عامل ازاي. ده نظام الاوضه، السرير هنا في النص، هنا جنبيه كده الوحده دي اهي انا حاطه فيها الطرح بتاعتي والسكارفات والحاجات دي. وهي جاب المكوه دي ده ما علينا، دي كان في ناس كتير قوي عايزين عليها ريفيو، فانا هبقى اعمل لكم عليها ريفيو ان شاء الله باذن الله. ده استشوار ومنه مكوه، صح بصوا ولا ايه؟ ولا فرشه منها مكوه، استشوار المهم يعني ما علينا. ودي تسريحه هنا طبعا عليها كميه حاجات عايزه تظبط زي ما انتم شايفين اهي تسريحه هنا. والوحده دي مش وحده، دي بلكونه شباك كده جانبي، بس انا قافلاه للاسف لان لما عملت السلك بتاع التكييف ما بعرفش افتحه ولا اقفله. المهم ان هو مليان كوشنات، يعني مليان كوشنات وثبت غسيل، فعايز يترتب اكتر من كده ويتظبط اكتر من كده، فهنظبطه ان شاء الله بطريقه حلوه. ولو نقدر نحط الوحده دي كمان هناك نحاول نحطها. ايه رايك يا بصي؟ على فكرة لو شلنا الكوشنات هتخش عادي. طيب عشان الكوشنات دي المفروض تنزل تحت السرير. وده كده اهو السرير اهو زي ما انتم شايفين. وهنا ده اللي مش عاجب بوسي اللي هو اسمه ايه؟ البانكت ده ملوش اي لازمه. طبعا انا قلت لكم قبل كده وهنبقى نحكي مثلا في الفيديو ان شاء الله ان البانكت ونجيبه اوضه محندقه احسن من تجيبي حاجات كتير قوي ملهاش لازمه، زي دي كمان، زي الدولاب ده هوريه لهم برده. ودي كده الكومودينو، بس احنا طبعا هنوديها في، فلازم ان احنا لا انا بتكلم يعني نسيستم الاوضه. نسيستم الاوضه على اللي موجود. ودي الكومود، ودي كده الكنبه. طبعا هنغير الستاير، هنعمل فرش جديد بقى، نحاول يعني عايزين نعمل ركن الصلاه، مش عارفه هينفع ولا لا. مش عارف يعني ابقى، طبعا انت عارفه انا بحب اصلي في اوضه النوم جدا. على فكره ممكن طيب. مش ممكن، مش عارفه. طب لسه ممكن يبقى بين السرير والتسريح لما نظبط كده. ودي التسريق، ودي الدولاب ده عايز يظبط اكتر من كده، ده حاطه فيه الشنط وحاطه فيه شويه حاجات كده، فهنظبط يعني كل حاجه ان شاء الله. يلا بينا بقى فيديو نشاط وحماس، يلا بينا. طبعا انا بسجل لكم الفيديو بعد ما خلصنا بجد. الموضوع طلع يعني كبير قوي قوي، طلع متعب جدا جدا. اتهدينا بمعنى الكلمه. احنا واخدين في الاوضه دي ايه بتاعت حوالي 6 ساعات يا بوسي تقريبا صح، او 5 ساعات صح، 5 ساعات اهو. عايزه اقول لكم بس اتهدينا. ويعني هتشوفوا دلوقتي ايه. ومش عارفه يعني النظام في الاخر انا مش ما عجبنيش، بس حسيت ان الدنيا
اتضيقت شويتين 3. فبس انا قلت استحاله استحاله ارجع حاجه تاني مكانها. انا اصلا يعني هخلي نفسي بالنظام ده شويه على الاقل، يعني ايه، على الصيف بقى الشتاء الجاي، لان بصراحه خد مننا وقت ومجهود، يعني 5 ساعات متواصلين ما قعدناش فيهم. هنا بدأنا ان احنا ايه نعمل ركن ركن، علشان طبعا ما لو اوضه نوم او اوضه اطفال بتبقى الحجم بتاعها كبير قوي، والاوضه يا دوبك على قد العفش اللي موجود فيها. لكن مثلا في الريسبشن انت بتقدري ان انت تنقلي الحاجه بطريقه سهله وبسيطه، وكمان قطع العفش بتبقى صغيره، غير اوض النوم طبعا قطع العفش بتبقى كبيره جدا. كفايه السرير لوحده، كفايه السرير واللي تحت السرير. فهنا كنا بنرتب كده انا وبوسي نعمل ايه، فقالت لي نبتدي كده من اليمين، ربنا يجعلنا يا رب من اهل اليمين، ونبدا ان احنا نطلع الكنبه دي بره خالص في الريسبشن. فطبعا شلنا السجاد وقلنا نهويه في البلكونه. والنهارده الجو حلو قوي لاجل الحظ، يعني الحمد لله الجو حر، ما اعرفش ازاي، ولا احنا عشان عملنا مجهود، بس الجو عموما النهارده حلو، صح يا بوسي؟ لا حاجة. حر، حلو يعني. سووا الحر عشان احنا عملنا مجهود ولا ايه؟ هو طبعا. ايه، طبعا. لو كنا قاعدين كنا بس قاعدين. لا احنا كده بصي نشطتك اهو، اتحريتي ما دام تقعدي سقعانه. بصراحه بصي اللي ساعدتني كتير جدا، انا ما كانش في دماغي، كنت عايزه اروق يعني ترويقات كده اللي هي العاديه، طبعا اعمل تحت السرير وكل حاجه، احاول ان انا ازحها من مكانها، واعمل تحت الكنبه واشيل السجاد، كل ده كنت هعمله من غير ما انقل العفش. فهتشوفوا كل حاجه كده ايه عشان تتنشطوا معانا، واللي حابب يعني يغير النظام وتقولوا لي ايه رايكم في الاخر في الكومنتات، مستنيه كومنتاتكم انا وبوسي. بدانا اهو بقى ده برضو ايه، قلنا عشان يوسع مكان كده واحنا طالعين، اللي هو البانكت ده لازم برضو نطلعه، فقلنا نسهل على نفسينا ونشيل كمان السجاده اللي هي ايه الطويله دي. انا مش عارفه السجاد بعد كده هيتفرش ازاي. اهو دي اللي بين الدولاب والبانكت، هشيلها كده. بس التغيير حلو يعني عموما، يمكن انا عشان يعني ايه فرشت كده نص فرش، فايه حاسه الدنيا يعني مش حاسه بالزهوه بتاعت الحاجه. طبعا شلت الستاره كده وحط ستاره تانية، هتشوفوها يعني. نازله تانية كانت عندي قطيفه برضو حلوه قوي، وهتليق جدا على كمان التنجيد بتاع السرير. دي الكنبه كده، واحنا بقى بنطلعها قلنا دي دخلت ازاي من الباب، يعني كان صعب قوي انها تطلع. طبعا انتوا عارفين الصناعيه بيبقى ليهم ماسكه معينه في دخول الحاجه وطلعها، بتقولي يا ماما انت دخلتيها ازاي؟ طب ما اعرفش والله، الراجل دخلها عادي يعني، بس الحمد لله طلعناها كده بامان وسلام. بنعمل كل حاجه، بنكنس على طول اول باول علشان نلم التراب والدنيا كلها. انتوا عارفين الريسبشن عندي انا عاملاه، فالدنيا ما تبقاش كلها تراب وكده. فبصوا بقى كمان المكان ده احنا كده هنعيد ايه ترتيبه من اول وجديد، ونحط فيه تحف من اول وجديد والحاجات الزياده. يعني عندي علب كده كانت فيها برفانات، كان احمد جايبها هدايا وكده، فكنا عاملين بيها نعمل بيها فكره يعني في القناه التانية، بس ايه ولا بنعمل ولا بنسوي. فقلت خلاص بقى ان انا ايه ارميهم، ملهمش لازمه. يعني كان في فكره كده في دماغه يعملها بس ما عملناش، احنا بقالنا سنه على الحال ده. فاهم حاجه ان انت تتخلصي من اي حاجه انت مش عايزاها، تقوليش ايه هتنفع، خلاص مرت عليها سنه اعرف ان انت مش هتستخدميها. الدنيا طبعا مكان بقى ما انا حطيت البانكت والكنبه، تحس ان الدنيا ضيقت خالص، فانا مش عارفه اطلع ولا ادخل. فقلت لبوسي بقى ايه تاخد مني كده ايه اول باول ونفرس كل حاجه. بصوا بقى هي الصراحه يعني ايه علقه بس النتيجه في الاخر انتوا شايفين ان انا ايه السرير فين او في الموضع ده، وحاطين له كده ايه بروازين حلوين والدنيا تمام التمام. هو الواحد حتى لو يعني الموضوع التاني ده تحسوا ان هو مثلا حسيت ان هو ضايق المكان وكده، بس كفايه التجديد، يعني كفايه ان انت ايه جددتي، فبتحسي ان انت نقلتي مكان جديد، عزلتي. ايوه زي ما بقول لكم كده، حتى لو المكان مثلا ضاق شويه او عمل شويه. ده الدولاب ده اسمه تقريبا مش دولاب الفضيات، هو اسمه ايه الدولاب ده؟ بصي دولاب اكسسوارات. ده اه اه ايوه انا حاطه فيه الشنط يعني، بس طبعا عايزه تتحط بشكل منظم اكتر من كده اكيد. فهنا هنجيب سلم ونطلع عليه نزعف الحيطان كلها. وطبعا الستاره دي مش شلتهاش ليه، انا عايزه اشيلها وقت بدري جدا، يعني الساعه 8 الصبح اول ما احمد ينزل الشغل، الساعه 7
العمله دي اعملها بقى لما ايه ان شاء الله ايه نروح المدارس، وعقبال بالليل يا رب يكون الجو فيه هوا كده ولا حر، تكون نشفت عشان احطها، عشان ما بيعرفش ينام خالص في مكان فيه نور. فعشان كده انا حطيتها مؤقتا تاخد بقى ايه التراب والتنفيض والحاجات دي، وبعد كده ان شاء الله هشيلها واغسلها. بصوا بقى انا ايه هنا لقيت ايه زي مثلا مطرح الركنه بتاعه الكومودينو، في بقى ايه بقع مش عارفه ايه التراب كده مركن، فقلت لا احط بقى شويه ميه وشويه دوني شويه كوركس الوان واديها دعكه كده ايه مع المحافظه على ان الميه ما تدخلش تحت العفش، يعني تحت الاساس، عشان تقول العفش ايه بقى الناس اللي بره مصر يبقى الاساس كده ايه بتاعنا محافظين عليه. فبص حطيت حبة مية صغيرين على اساس ان هم يتلموا بسرعة جدا. وطبعا المساحة بتاعت جرين واي دي اسعفتني قوي قوي قوي، نشفت كده ورايا وبتشرب كمية مية رهيبة بجد، انجزت معايا كتير قوي في لم الميه. طبعا انا مقسمه الاوضه ل3 اجزاء، ده اول جزء وده اكتر جزء خد مني وقت ومجهود وتعب بجد. بصوا تعبنا جدا جدا فيه، بس ايه يعني مش عارفه، يعني ممكن اخد بقى على المكان وبعد كده اقول لكم رايي ايه بكره او بعده. فبصوا احنا زقينا السرير من هنا، من هو تحت البراويز دي او التابلوهات دي الى فين المكان بتاع الشباك. فقبل ما شلنا الحاجه كلها وشلنا المراتب، ايوه احنا شلنا المراتب، احنا اقوياء قوي يا جماعه. شلنا المراتب وشلنا طبعا شنط السفر حاطين فيها الهدوم الصيفي كلها شلناها، وعندي تابلوهات كانت قديمه وحاجات بجد اتهدينا حرفيا. فجبناه لغايه هنا. وبصوا بقى ايه قلنا كان في الركن ده برضو، يعني انا لما كان عندي نيش وطبعا عندي بوفيه، انتوا عارفين النيش والبوفيه كبير قد ايه، فطبعا انا السفره صغرت زي ما انتوا عارفين، فكان هنا في الالبومات بقى بتاعت الصور وورق مهم يعني كنا حاطينه في الادراج، انا ما عنديش ادراج فانا حاطاه في اكياس كده على جنب، فطبعا ده غلط، عايز يتحط في اي درج احنا مش عارفه احطه فين بصراحه. فده اللي واخد مكان، وكمان في حاجات كانت فيها زي ديكورات بسيطه كده انا حطاها برضو في كيسه في الركن ده. وشوايه كده بتتحط على تشوي فيها سمك، تشوي عليها كبده برده، تشوي عليها اي حاجه بتاعت تقيله قوي، دي بتاعت شوايه، فانا حطاها في الجنب ده. فكذا حاجه يعني كانت محطوطه، فاحنا حطيناها ما زحناش كنا السرير للاخر او ما نقلناش السرير للاخر، عشان احنا حطينا الحاجات اللي في الركن ده كلها تحت السرير. وبصوا مسكنا السرير كده ايه حطينا عليه دلوقتي كوفرتا، مش ده الفينش النهائي لا، احنا ايه يعني بنظبط كده عشان برضو لسه بنمسح حاجات وتراب وهنعمل نجفة ولسه حركات كتير قوي. فقلنا بس ايه نغطي السرير، والحمد لله رجعنا بالمراتب بالالواح بتاعته بكل حاجة. ودي المساحة اللي هي كانت موجودة في تحت الشباك دي، كان تحتها ايه دي كانت تحتها الكنبة، واخدين بالكم انتوا اوعوا تصحوا مني، انا اصلا بدات انسى والله، عامله جمع انا كان تحت الشباك ايه الكنبه، ايوه الكنبه. وحطينا بقى الكومودينات، هتشوفوا دلوقتي الكومودينو مرضيش تدخل من وحده الديكور اللي انا عاملاها هنا. وهنا طبعا مطرح السرير، فهنشوف هنحط مطرح السرير ايه. انا لسه عماله اتناقش مع بوس بقول لها ايه رايك احط الكنبه ونسيب يعني هنحط التسريح عشان تبقوا عارفين. فانا كنت بقول لبوسي ايه رايك نحط الكنبه هنا عشان الديكورات دي عجباني قوي ومش عايزاها بصراحه انها يعني آه تتقفل، يعني لما انا احط كده هتتدارى فمش عايزاها تتدارى. فقعدت تبص تقول لي لا المكان هنا صغير والمكان هنا كبير، عشان تحطي التسريحه وتحطي الوحده بتاعه الشنط مش هينفع في المكان اللي انت عايزاه. وهي فعلا عندها حق، بس وحدة الديكور بيوتك اللي انا عاملاه والتابلوهات دي اتدارت خالص. طبعا ايه عم انضف كده، وبعدين يعني اروح جايبه الفوطه برضو بتاعه جرينوي بتاعه التراب، ماسحه كل الفيوتك، مسحت كل حاجه. وهو بص بقى اول حاجه اول عقبه قابلتنا عواقب كتير قوي. اول عقبه كده زي ما انتم شايفين ان المساحه بتاعه الكومود ما رضيتش يدخل بالعرض ابدا، لانه هيكسر يا اما واحده من وحدات الجبس دي، يا اما يا اما ايه يا اما مش هيدخل، هيبقى الحته دي محطوطه على الفاضي.
فحطيته كده بالعرض بدل ما يبقى بالطول جنب بقى ايه التسريحه، وحطينا التسريحه هنا برضو ايه يعني بصراحه لا ما تعبتناش قوي، حطيناها بكل حاجتها كده بكل البشتكنات بتاعتها، لسه ما رتبناش اي حاجه ولا حطينا مفارش جديده ولا اي حاجه، بس زقناها وحطيناها مكانها بكل حاجه كده، عشان احنا كنا خلاص بصراحه السرير تعبنا جدا جدا، واتصدمنا لما الكومود ما دخلش زي ما احنا كنا عايزين. بعد كده راحت بوسه قالت لي هو بصي يا ماما الدولاب بتاع الشنط ده مش هيتحط الا كده، بصوا مش هيتحط الا كده. طبعا لسه الركن البعيد الهادي ده ما عملتش فيه اي حاجه، عايز يترتب والوحده دي عايز تدخل من اول وجديد، فقلت ايه نكتفي بهذا القدر. فحطيت التسريحه كده زي ما انتم شايفين، وجنبها وحده الدولاب دي اللي هي بتاعت الشنط او الاكسسوارات بالشكل ده كده. بصراحة الحيطة التانية عايزين نقيسها، يعني ممكن ان انا اقيسها ونبدل، وايه رأيك نبدل يا بوسي ولا لا؟ هي بتقولي الكلمة كده احسن بكتير، ايه رأيك؟ بقولك نبدل ونقيسها. خلاص احنا نقلناها كده كده، كنا خايفين على التسريحة بصراحة بالمراية واحنا بنحطها كانت صعبة جدا يعني، فحطيناها كده. وواحدة الدولاب دي هحاول ادخلها جوه في الركن لما ارتبه، يعني في برضو كوشنات عايزة تدخل تحت السرير هنظبطها، بس حاولنا نلم الدنيا على قد ما نقدر، وحطينا الكنبة في مقابل كده ايه السرير. انا حاسه الدنيا اضيقت شويه، فاهو هي الحته دي بس اللي واسعه قطعة بين يعني الكنبه وبين مربعة كده، أول ما السرير تدخلي واسعه الأوضة جدا، تدخلي براحتك خالص خالص خالص. كمان هنعمل ركن للصلاة حلو برضو هتشوفوه دلوقتي. مش هتشوفوه دلوقتي، هتشوفوا المساحة يعني. دلوقتي المساحة بعد ما خلصت هتكون عاملة ازاي. هي مشكلة بس ان عندي انا مشاية طويلة، فالمشاية الطويلة دي ملهاش مكان، يعني المشاية الطويلة دي لا مش هينفع، هي ممكن اقصها على 2، لكن انها تتحط بالطول ده لا. بصوا هي هنا السجادة اللي انا عندي دي المتر 40 في 2 متر ربع هي اللي هتتحط هنا. بجد مستنية رأيكم بقى في الكومنتات، يعني هي الكومنتات بتاعتكم ورأيكم هو اللي هيشجعني ان احنا عملناه ده صح ولا غلط ولا ايه الاخبار. وانتظروا بقى فيديو الفرش ان شاء الله. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، متنسيش لايك وشير، كومنت حلو منكم تساعدوني جدا جدا، بحبكم في الله.